لجوع اخر الليل، يلا 10 في 10 دقايق. هاتي الرغيف وافتحيه زي ما انا هفتحه كده، افصليه عن بعضه خالص، يعني هنفصل الوش عن الظهر. وبعد كده هاخد بقى اي نوع جبن عندك في التلاجة. استخدمي جبنه فيتا الاول او جبنه كريمي، المهم ان انت تستخدمي جبنه تغطي بيها الرغيف كله زي ما انا بعمل كده. اي نوع جبنه انت بتحبيه والطعم اللي انت بتحبيه حطيه. وبعد كده عندي جبنه رومي، انت طلعي بقى اي جبن عندك في التلاجة او اي جبن انت بتحبيها، شيدر، رومي، اي نوع جبنه حطيه، لان احنا السندوتش اللي هنعمله النهارده ده هو عباره عن جبن بس. انا حطيت الاول جبنه كريمي وبعد كده عليها جبنه رومي وبعد كده حطيت جبنه موتزاريلا وبس كده، مش هحط اي حاجه تاني. طبعا ممكن نحط زيتون او فلفل الوان، اي حاجه بتحبيها حطيها، بس انا كنت عاوزه اعمله ساده كده. بعد كده نحط بقى حبه من الزيت صغيرين ونحمر العيش بالشكل ده على الوشين. ممكن كمان تحطي مكعب زبده لو انت مش عاوزه الزيت. وبعد كده طلعيه. انا عاوزه اقول لكم العيش مقرمش والجبن بقى ساحت جواه، وبجد طعمه تحفه. جربوه، عشا سهل وسريع.